كان هناك بالفعل سحاب على ظهر السكرتيرة، لكن رئيسها لم يظهر أي دهشة. بدلاً من ذلك أخرج مفتاح ربط ومفك براغي وفحص جسد السكرتيرة بعناية. اتضح أنها كانت روبوتاً واقعياً مخصصاً للرجل، نظراً لأن الرجل كان يعاني من مرض غريب منذ طفولته، فإنه يغمى عليه فوراً عند ملامسة جلد الإنسان. أنفق الرجل مبلغاً كبيراً من المال لطلب من الطبيب تخصيص روبوت سكرتيرة له وفقاً لتفضيلاته، وكان هذا السحاب الغريب على ظهر المرأة هو بالضبط منفذ الصيانة للروبوت. في هذا اليوم كان الطبيب يجري التصحيح النهائي للروبوت. أخبر الروبوت أن الرجل سيكون سيده من الآن فصاعداً، وطلب منه بالتأكيد اتباع تعليمات الرئيس بشكل غير متوقع. خالف الروبوت الأمر ورفع يده ليضرب الطبيب. اتضح أن الطبيب قد اختصر في التكاليف، مما أدى إلى خلل في نظام الروبوت، وكان الرئيس على وشك القدوم لفحص البضاعة قريباً. خاف الطبيب من أنه لن يحصل على المبلغ الكبير من المال، فأصبح فجأة قلقاً. في تلك اللحظة دخل شخص توصيل الطعام وأخبره أن طلبه قد وصل. استدار الطبيب ووجد أن هذا الشخص الذي يوصل الطعام يشبه تماماً روبوتا، حتى أن أطوالهم كانت متطابقة. لذلك سأل الفتاة إذا كانت ترغب في التظاهر بأنها الروبوت لفترة قصيرة فقط لتكون سكرتيرة لرئيسه. يمكنه أن يدفع للفتاة 500 ألف دولار كوديعة أولاً، وبعد الانتهاء من الأمر سيمنح الفتاة مكافأة إضافية قدرها مليون دولار أمريكي. عندما سمعت المرأة أنها يمكن أن تحصل على هذا القدر الكبير من المال وافقت فوراً. بهذه الطريقة تنكرت المرأة الروبوت وأرسلت إلى مكتب الرجل، ومع ذلك بمجرد أن رأى الرجل المرأة شعر أن هناك شيئاً غير صحيح. يعتقد أن بشرة المرأة ليست كما ينبغي. لإزالة شكوك الرئيس التقطت المرأة التفاحة على الطاولة وأرادت تقشيرها له بشكل غير متوقع. أطلق الرجل فجأة صرخة، ارتعبت المرأة لدرجة أن يدها اهتزت وجرحت طرف إصبعها وبدأ الدم يتدفق. كان الرجل في حيرة من أمره لماذا ينزف الروبوت. لم يكن أمام المرأة خيار سوى الكذب بأن الطبيب اخترع نوعاً خاصاً من زيت الآلات وحقنه في جسدها لجعلها أكثر توافقاً مع الجسم البشري، لكن الرجل اقترب وشم عند طرف إصبعها المصاب.